لعبة رعب. لعبة رعب. واو. ايش اللي يصير؟ الاي اي هنا ايش يسوي؟ ايش؟ يسمع كلامكم. اوكي. يسمع سارة وهي تتكلم تقول كريم روح هناك اعمل كذا كذا كذا، يسجل كلامك ويحفظ كلامك. اوكي. تمام. بعدين يلبس شخصيتك ويجي لعندي ويقول كلامك. اوه ماي جاد، يتكلم بصوتك. ده بجد. هي يتكلم بصوتك. كريم تعال هنا خلينا نسوي الشيء الفلاني، امشي وراك تصيرين انت الوحش. اوه ماي جاد. كأنه ليترلي فيلم رعب. رهيب يعني. رهيب بس رهيب. ده انتحال شخصية. انتحال شخصية داخل اللعبة. الذكاء الاصطناعي لأي درجة وصل من الذكاء انهم قبل ما يدخلون على اللعبة وهم قاعدين برا في التجمع حقهم اتفقوا على كلمة سر. طيب سارة كلمة السر هي انرجي، تمام؟ أوكي. انت تقولي لي انرجي، انا اقول لك انرجي، احنا تمام. اوكي. ادخل اقول لك انرجي وانت تقولي لي انرجي وتطلعين انت الوحش. اوه الاي اي قاعد يسمع من برا. حتى دي بيسرقها. يس. طب يس. يعني ماشي، بس ستيل انا ازاي هعرف افرق؟ ما هو هذا الجنان. اللعبة انفجرت بشكل مو طبيعي، بحيث انه المتعة فيها انه الاي اي مرة ذكي. مرة ذكي بحيث أكيد. انه يسجل الصوت، يقلد الاصوات، ياخذ صوتك هو يتكلم فيه. يعني مو بس اي جملة انت قلتيها، حرفيا ياخذ صوتك ويتكلم هو. This is scary.